المفروض ان هي معروفه، يعني العجن ده معروف ان احنا هنعمل بيه ايه، والنقري هنشتغله ازاي، تمام، والاهتزاز هنشتغله ازاي، والايه والمسح، تمام. علشان اميره معانا اول مره، تمام. مساي سطح خفيف، والعمود ده قلنا اللي هو بنفرد فيه الزيوت، المفروض حضرتك اصلا شغالاه واتفرمت فيه 4 سنين في الجامعه، صح؟ صح، تمام. الدائري معروف ان انا بشتغل عكس عقارب استعلاء، لان لو عملت اي طريقه غير كده مش هتجيب افكت معاك في الايه، في الشغل بتاعك، يعني كانك ما بتعملش حاجه يعني، تمام. فاحنا بنلف ايه عكس عقارب اسرع، تمام. الفرقي بنروح وبنيجي كده على المكان كاننا بنفرك حاجه، يعني ماشي، مش هتفرق معانا عملناها بالعرض او بالطول، يعني مش انت نايم قدامك كده ممكن تشتغل كده او تشتغل كده. في بعض الاماكن زي الرئه وزي الاماكن دي بتعوز ايه تكنيك معين، وبتعوز ادوات هوريها لكم دلوقتي، تمام. العجني ما بتنفعش في الاماكن اللي هي العضلات اللي هي تبقى غليظه شويه وماسكه شويه، لازم يكون في ايه نسبه سلوليت كده عشان اعرف امسك الجلد نفسه وابدا ايه اعمل فيه العجن، تمام. النقر اللي احنا بنشوفه بنشتغله ازاي كده او كده، تمام، نقر، خلاص. الاهتزاز دوت يفضل ان هو يتعمل بالاجهزه الكهربائيه، هي فيها فايبريشن اكتر، تمام، او تحط ايدك على ايدك وتبدا ايه تشتغل، تمام. يبقى ال7 انواع كده فيهم مشكله؟ لا، ما فيهمش مشكله. طيب الزيوت المستخدمه ده اللي احنا بنشتغل بيه وليس قانونا، يعني مش ده اللي انت فرض عليك انك تعمله، انت ممكن يعني ايه احنا بنحطك بس في الخطوه الاولى وانت كمل بقى. يعني بتشوف الزيوت المفيده للبشره، المفيده للجسم، المفيده للراحه النفسيه، وتبدا تعمل الخلطات بتاعتك بالنسب المظبوطه، اهم حاجه بالنسب بس الايه المظبوطه يعني، خلاص. طيب عندنا 4 انواع اهو، ماشي؟ ماشي. مثلا نفترض ان دي الازازه اللي انا هعمل فيها الخلطه بتاعتي. زيت الزيتون دوت بيستولي على 50% من الاجمالي الازازه اللي احنا هنعملها، 50% نص ايه زيت زيتون، لان هو الاصل في الايه في الموضوع بتاعنا، خلاص. بعد كده اللافندر وزيت اللوز وجوز الهند بيتقسموا بنسب متساويه في ال 50% التانيين. ماشي، واضحه؟ اللافندر ممكن يتبدل، ممكن زيت اللوز ممكن يتبدل، ممكن جوز الهند ممكن يتبدل، ممكن نحط مثلا حبه البركه بدل اللافندر، ممكن نحط بدل جوز الهند نحط زيت ياسمين، ورد، فل، اي حاجه، تمام. فبس دي الخلطه اللي احنا بنشتغل بيها عموما، والنسبه بتاعتها تعتبر هي اللي انا بقوله ده 50% زيت زيتون، والباقي العطار او اللي انت بتشتري منه تقول له كمل الباقي 3 انواع دول، بيحط لك مثلا 30 او زي ما هو ايه بيحسبها، ماشي؟ حلو كده. فوائد المساج، حد عارف فوائد المساج؟ الفوائد بتاعته بتعمل ايه بقى؟ استرخاء في الجسم، تعدل الحاله المزاجيه، تعمل ايه تاني؟ نشط الدورة الدموية، نشط الدورة الدموية، استرخاء العضلات، تمام، مش محتاجه شرح، صح؟ يبقى اول حاجه تنشيط الدوره الدمويه، يعمل على استرخاء الجسم، يخفف من الضغوط النفسيه ويحسن المزاج. طبعا الضغوط النفسيه معروفه طول اليوم في البيت، صح؟ ضغوط من ايه؟ من الطرف الثاني. نعم. هو انواع مش طول الوقت بيبقى استرخاء يعني. لا، على حسب بقى، انت تشتغل مرضى تشتغل صف تشتغل، بس احنا دلوقتي بندرسه في مجال ايه اللي هو الجلسه اللي بتبقى قبل الحجام. خلي بالك مش كورس مساج. انا افتكر لا، مش كورس مساج ده، تمام. ودي فكره بسيطه كده عن الفوائد والممنوعات بتاعتها، تمام. يقلل من الام العضلات، يؤخر او يمنع حدوث ضمور العضلات اللي هو في بدايه الضمور. سكين كير طبعا بيحسن لون البشره، يخفض معدل ضربات القلب، يعمل على تحفيز الجهاز المناعي، ماشي؟ الموانع بتاعته بقى مين اللي هو ما نعملوش؟ مين اللي ما نعملوش؟ اللي عنده اصابات او التهابات داخليه او خارجيه في الجلد، ماشي؟ التهابات داخليه او خارجيه، تمام؟ وجود